السلام عليكم، ازيكم يا اخوات؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا كيبورد تحفيل مجال 2025 برضه، بس الكيبورد جمدان. يعني الكيبورد بيحفل بالاسم بتاع الخصم اللي قدامك وبيحفل لوحده سريع موت يعني. اول حاجه الكيبورد ده هيبقى من غير باسورد، تمام؟ بس انت هراقب الشرح من الاول للاخر لان يعني هعمل حاجات كده فانت لازم تشوفها عشان تعرف تستعمل الكيبورد وكده. تمام يا قلب اخوك؟ اول حاجه هنعملها نخش على المتجر بالشكل ده. بعد ما دخلنا على المتجر هيفتح معانا بالشكل ده كده زي اي متجر بالشغل. نقوم متكين على الصوره اللي فوق ديت، الصوره اللي بتبقى مثلا اللي هو الجيميل بتاعك او الايميل بتاعك وكده. هنضغط عليها ضغطه كده وبعدين هنيجي هنا على بلاي اللي هي بلاي للحمايه. وبعدين هنيجي هنا على الترس اللي فوق ده نضغط عليه ضغطه برضو. وبعدين هنلاقي دول متفعلين عندنا فهنقوم قافلينهم كده. ايقاف. نعمل الباسورد بتاع الفون او البصمه عادي. تمام كده. وبعدين هنخش بقى، يعني الكيبورد ده اللينك بتاعه هيبقى في الوصف بتاع الفيديو بتاع قناة اليوتيوب. تمام، هنخش على الوصف بتاع الفيديو بتاع اليوتيوب وبعدين هيقوم مدخل، يعني نضغط على اللينك هيدخلنا على التليجرام بالشكل ده. هنخش نثبت الكيبورد كده. الكيبورد هنلاقيه في القناة بتاعتنا بتاعت التليجرام برضو ديت، هنلاقيه موجود هنا. تمام، هنخش نثبت الكيبورد كده، نعمل تثبيت وبعدين هنعمل تمام كده. هنيجي بقى هنا هنخش على الكيبورد ده، شكل الكيبورد من بره. تمام كده، ده شكل الكيبورد. هنضغط عليه ضغطة وبعدين هيقوم داخل معانا بالشكل ده. أول حاجة تفعيل كيبورد سيكا، هنضغط عليها ضغطة وبعدين هنيجي هنا هنخش نفعله بقى عادي. هو مش هيبقى متفعل عندنا بالشكل ده، هنقوم احنا ضاغطين عليه ضغطة وبعدين حسنا حسنا وبعدين نرجع تاني. ده موجود عندنا الشتايم اللي في الكيبورد بقى. تمام، في أكتر من 10,000 شتيمة. تمام كده. ده لون الخلفية الثانية راستر بس الفولدر. ده لون الخلفية عندنا، وده لون مفتاح الكيب، وده لون الخط، وده البولد كيز، وهنا عدد الصفحات، وهنا حجم الخط، وهنا دي بقى حاجات ان انت هتفعلها وكده. تمام كده. اول حاجة هنخش على لون خلفية الكيب هنخليها باللون الاسود ده. بعدين لون مفتاح الكيب برضو باللون الاسود. وبعدين لون الخط برضه هنخليه باللون ايه الاصفر. تمام كده. هنيجي هنا عند عدد الصفحات ديت هنضغط عليها ضغطة وبعدين هنخليها 1. وهنيجي عند حجم الخط هنخليها 24. تمام، هنيجي نفعل ده ونفعل ده ونفعل ده. مش هنفعل بتاعة الصوت دي، هنفعل الأخيرة. تمام كده. راقب معايا كل حاجة من الأول للآخر علشان يعني مفيش حاجة تغلط فيها وكده. التلات نقط دول، أول حاجة دي راستر الفولدر. يعني أنت أول ما ترستره هيرجع بالإعدادات بتاعة اللي في الأول خالص، يعني أكن أنت لسه مثبته. تمام كده. نطلع كده من الكيبورد ده. بعد ما خلصنا الكيبورد هنحتاج بقى دلوقتي يا قلب اخوك ان احنا نخلي الكيبورد اللي هو يحفل باسم الخصم. يعني انت مثلا لو بتحفل على واحد وقدامك وكده تخلي اسمه يعني في التحفيل نفسه، بدل ما انت تكتب تكتب في التحفيل عليه، لا هتلاقي مثلا الشتايم في الكيب نفسه. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ ام تي مانجر ده هسيبه لكم برده في الوصف بتاع الفيديو في قناه التليجرام. هنخش على ام تي مانجر هيفتح معانا، نتك على الثلاث صورات اللي فوق دول كده وبعدين على اكسترا اي بي كي هنضغط عليها ضغطه واحده كده. وبعدين هنيجي على الكيبورد بتاعنا ده هنضغط عليه ضغطه وبعدين هندوس على كلمه اكسترا اي بي كي. تمام كده. تمام لحد هنا. وبعدين هنعمل على كلمه لوكت دي، هنيجي هنا هنضغط عليه ضغطه بعدين على كلمه فيو كده. وهنيجي على الكلاسيك ديكس ديت هنضغط عليه ضغطه واحده كده وبعدين على التانية ديت هيفتح معانا بالشكل ده. تمام كده يا قلب اخوك. هنيجي هنا على الثلاث نقط اللي فوق دول وهنيجي على كلمة سيرش كود وهنيجي هنا هنلاقي ديت يعني مفيهاش اي حاجة زي ما موجودة كده سيرش كود. هنيجي هنا هنلاقيها بالشكل ده. هنكتب كلمة ايه؟ يا دمج. هنكتبها كده وبعدين هنيجي على كلمة اوك ديت هيفتح معانا كده. هنضغط عليه ضغطة وبعدين هنيجي هنا على التالتة ديت وبعدين على كلمة ايه وهنيجي هنقوم ضغطين على الثلاث نقط اللي فوق دول كده. هنيجي على السيرش ده هنيجي هنا نكتب كلمة يا دمج. تمام، هنيجي على أول واحدة دي نضغط عليها وبعدين على كلمة نيكست وبعدين على كلمة ريب دي. تمام، هنغير الكلمة اللي تحت ديت وهنكتب بدلها مثلا لو انت والخصم اللي قدامك اسمه مثلا صاصة هنكتب يا صاصة كده. هنيجي هنا على كلمة قول اللي في الآخر دي هنضغط عليها ضغطة. تمام على كده. هنيجي على كلمة سيف اللي هي حفظ ديت سيف. نرجع كمان راجعة كده كمان تاني. نفضل نرجع لحد ما يجيب لنا كلمة سيف اند اكسايت دي. وبعدين هنعمل على كلمة اوك دي، لو دي مش متفعلة عندك هتفعلها. بعدين هنعمل على كلمة اوك كده بالشكل ده. تمام كده. نرجع راجعة كمان ونقوم طالعين مسحين الكيبورد بقى من عندنا. هنعمل حسنا ونمسحه ونيجي عند ام تي مانجر نيجي نثبت الكيبورد بقى تاني
تثبيت، نعمل تم. تمام كده. هنيجي هنا بقى نروح نجيب الكيبورد كده، هنخش على الكيبورد، هنعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه في الاول. هنيجي هنا نفعل الكيبورد تاني كده، حسنا حسنا، نرجع وبعدين هنا لون الخلفية نخليها اسود، اللون برضو نخليه اسود، ولون الخط نخليه باللون الاصفر. هنيجي هنا عند عدد الصفحات نخليها 1، حجم الخط 24، وهنيجي هنا نفعل ده ونفعل ده ونفعل ده ونفعل ده ونسيب مش هنفعلها. تمام كده لحد كده. تمام كده يا قلب اخوك. هنيجي على هنثبت بقى اوتو كليكر ده، هنلاقيه برضو فين في الوصف بتاع الفيديو بتاع قناة اليوتيوب. هنخش على قناة التليجرام هنثبته، هنخش عليه كده وبعدين هيفتح معانا بالشكل ده. تمام. ثانية بس يعني اعمل حذف البيانات بتاعت الاوتو كليكر عشان ابدا معاكم من اول وجديد. حذف البيانات. تمام. هنخش بقى على الاوتو كليكر كده، هيفتح معانا بالشكل ده. هنقوم عاملين على كلمة حسنا وبعدين على كلمة، هيقوم يعني مثلا اول ما نخش على اوتو كليكر كده هيقوم حسنا وبعدين نستنى شوية هيقوم يدخلنا على هنا كده. نعمل على الاوتو كليكر هيجيب لنا هنا غير مفعل، هنفعله بقى. ثانية، نضغط عليه ضغطة وبعدين على استخدام اوتو كليكر وبعدين سامح. نرجع بقى تاني، نرجع هنيجي على كلمة تمكين اللي تحت ديت نضغط عليها ضغطة، إعادة تنشيط برضو هنلغيه وبعدين هنفعله تاني. لو هو يعني عمل معاكم كده هنعمل بالشكل اللي انا عملته ده. نيجي على كلمة تمكين اللي تحت دي هيقوم فاتحين معانا، هيفتح معانا البتاع دي كده. تمام. هنيجي بقى نخش على مثلا، هنخش على الواتس اللي عندنا كده، وهنيجي نخش نضغط على علامة البلس ديت، نضغط عليها تلات ضغطات كده هيخرج معانا 1 و2 و3. هنيجي على 1 دي هنخلي مثلا أول حاجة 200، الملي ثانية ده هنخليها 200. تمام. هنعمل حسنا ونيجي على 2 برضو هنخليه 200، نيجي على 3 هنخليه برضو 200. تمام. هنخش بقى كده نجيب الكيبورد اللي هو التحفيل. تمام. ده اللي هو اسمه الكي كيبورد سيكا، هيفتح معانا بالشكل ده. هنقوم عاملين رقم 1 على الأرقام اللي تحت دي، ورقم 2 على الشتايم، ورقم 3 على الإرسال. تمام كده. وبعدين نبدأ التحفيل بقى على القسم اللي قدامنا، نقوم عاملين كلمة على كلمة ستوديو. تمام كده. هيحفل معانا بالشكل اللي قدامك ده. شفت كلمة عمك ياض يا قصاصة، يعني مثلا الخصم اللي قدامك اللي اسمه مثلا حمو او صاصة او اي اسم، هنكتب مثلا النيم بتاعه، هو هيفكر اللي انت بتكتبه. مش هنخلي الكيبورد سريع، في اسرع من كده بكتير. هنخلي الكيبورد بالشكل ده على اساس انت اللي بتكتب. تمام يا قلب اخوك. تمام. انت دلوقتي محتاج تخلي الكيبورد سريع، هنقوم مبينين الارقام دي تاني. انت اول ما تضغط على دي الارقام بتختفي بالشكل ده. نضغط عليها ضغطة كده وبعدين هنقوم عاملين على رقم 1. ثانية نجيب الكيبورد بيكتب، نعمل على رقم 1 ونخليه هنا مثلا قول 60 حسنا، نخلي 2 60 برضو، 3 60. هيشوف دلوقتي يعني سرعة خيالية. فيعني انت لو مش عاوز تكشف نفسك ان انت بتحفل بكيبورد، هتعمل على هتخليه مثلا 200 او 300. لو مثلا عاوز تحفل بالكيبورد قدامه هتخليه على 60 بالشكل ده وتعمل ستارت. شفت هيعمل ايه؟ هيحفل بسرعة من كتر السرعة، يعني بيسجل لك وهو بيسجل كمان. تمام. وحاجة تاني، دلوقتي لو انت مثلا مش عاوز ان انت تكبر الكيبورد بالشكل ده، يعني انت مش عاوز ان الكيبورد يبقى بالشكل ده، عاوز تكبره بقى اكتر من كده، هنيجي على كلمة اللي تخش الكيبورد وبعدين هنيجي هنا على حجم عدد الصفحات ونخليه مثلا 8 مثلا، ده اكبر الصفحات. هنخش على الكيبورد نفتح كده، بص هيفتح معانا بالشكل ده. لو انت عاوز مثلا تكتب بايدك ما تستخدمش اوتو كليكر. تمام. هنا على بتاعة الخط برضو لا مش لون الخط، نخليه مثلا حجم الخط، مثلا عاوز حجم الخط 48. شفت اللي هيبقى شكله عامل ازاي؟ بالشكل ده. تمام كده. بس احسن حاجة ان انت لو انت عاوز تحفل الاوتو كليكر وسريع وكل حاجة، هتخلي الكيبورد مثلا على عدد الصفحات 1 وحجم الخط هنخليه 24. تمام كده. ده الكيبورد اللي هو بيحفل لوحده، بيحفل باسم الخصم. تمام كده يا قلب اخوك. الكيبورد ده او والبرامج دي كلها هنلاقيها في الوصف بتاع الفيديو في قناة التليجرام. هتخش على قناة التليجرام تشترك فيها
وبرضه هتخش على الروم بتاع الواتساب، برضه بنزل فيه شروحات وبرامج وبندات والشغل ده. هتخش في الروم بتاع الواتساب، فهتلاقيه في برضه في الوصف بتاع الفيديو. هتثبت الكيبورد وتستخدمه الاول، وبعدين تيجي على الكومنتات عندي وتقول لي رايك في الكيبورد. تمام كده يا قلب اخوك. واهم حاجه برضه ما تنساش اللايك بتاعك والكومنت بتاعك، تشترك في القناه لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار على طول.